طب يا جدعان، النهارده انا وفتحي طالعين نكلمكم في الموضوع مستفز قوي يا جماعه. الموضوع ان هو المسؤولين والناس الحكومه اللي منزله الفيديو عن الكلاب ده. طيب يا جدعان، القرار النهارده القرار اللي هما بيقولوه ان انت لازم تسلم كلبك في خلال شهر، لا اما الكلب لو شفت بيه لو حد شافك بيه في الشارع هياخده منك. طيب يا جدعان، انا طالع اقول كلمتين بس. انا عايز اعرف حاجه، انت لما تاخد الكلب ده هتوديه فين؟ حلو. ثانيا، انا اديهولك ليه؟ يعني قصتك ايه؟ كلب مترخص، حلو، متطعم. يعني انا بكلمك ده لسه ما عملتوش حاجه، بس الكلب لما يبقى مترخص ومتطعم انت تاخده مني ليه؟ يعني بصفتك ايه؟ وغير كده يا جماعه، يعني ازاي انتوا حاطين الكلاب الهاسكي في الموضوع؟ ازاي؟ ده ايوه الكلاب، فعلا يعني هي الكلاب الهاسكي اصلا اسمها اليفه، بمعنى الصح. بمعنى اصح الكلاب اسمها اليفه. ازاي تاخدوها؟ ده انا والله العظيم قسما بالله سمعت كان الناس بتقول ان اللي حد هيتمسك منه كلب، يا اما الكلب هيتعدم. والله العظيم سمعت حد تاني بيقول اللي هيتمسك معاه كلب صاحب الكلب هو اللي هيتعدم. قسما بالله زي ما بقول لكم كده سمعت الكلام ده. فليه يا جدعان كل ده؟ يعني دي حاجة زي ما انت شايف، دي روح. اولا ولا هينفع ارميها في الشارع، ثانيا ولا هينفع افضل رابطها على السطح عندي، لانها يعني حرفيا الكلاب بتحس زي البني ادمين، لازم تنزل تشوف ناس، لازم تنزل تشوف بني ادمين. انا بتكلم يعني في ناس ما عندهمش قلب بينزلوا يخلوا الكلاب تعض وتعمل وتخلي وتسوي، بس انا مش بتكلم عن الناس بالعموم. حلو. انا واحد من الناس لما بشوف حد ماشي بكلب بيعض، انا لما بشوف حد يعني نازل بكلب بيعض، حرفيا ببقى متضايق شخصيا. انا بربي كلاب اهو، بس انا ببقى متضايق شخصيا ان حد نازل مخلي كلبه يعض ناس ولا يخوف ناس. لا، انا مش مع اي حد في الفكره دي خالص. الفكره كلها ان الكلب يا جدعان شخصيات، الكلاب كلها شخصيات، مش كلب وخلاص. مش انا عندي كلب يا جدعان، في كلاب جولدن والله العظيم بتموت كلاب جولدن اللي هي مش معانا اصلا في الموضوع. ومش كل الكلاب الجيرمان بتعض، حرفيا مش كل الكلاب الجيرمان بتعض. فيا جدعان انا طالع، يعني الموضوع مستفزني الصراحه، مش كل الكلاب بتعض. فانت مطلع كام نوع كلب بتقولي مشيهم من البلد خالص؟ انا هوديهم فين؟ انا هاجي اسلمه لك، انت هتوديه فين؟ انا لو اعرف ان انت هتهتم بيه، انا واحد من الناس، يعني الكلب ده انا لسه جايبه، فممكن لو انت اقنعتني، انا عايز حد يطلع يرد عليا يقنعني اديك الكلب ليه وانا هديهولك. انما يا جدعان مش كل الكلاب لازم يعني تتشال وتترمى ولا اديهولك. انا عمري ما هديك كلب، ولو انا ماشي معاه مش همشي غير انا والكلب، لا اما هاخد انا الكلب وامشي. فبس كده يا جدعان، ده اللي انا كنت عايز اقوله. فانا عمري ما هطلع الكلب، يعني انا عمري ما هدي حد الكلب بتاعي. فانا بس اللي عايز افهمه، هتاخدوا الكلب تعملوه ايه؟ هتودوه فين؟ يعني انتوا هتستفادوا ايه من الموضوع برضه؟ هتعملوا، انا نفسي كلكم يا جماعه كلكم تردوا عليا في الكومنتات، ونفسي حد من المسؤول يرد عليا في الكومنتات ويقول هتعملوا ايه في الكلب ده، والنظام ده هيمشي ازاي اصلا. يعني انا زي ما قلت لكم سمعت اللي في حد بيقول الكلب هيتعدم، صاحب الكلب هيتعدم، ودي يعني ازاي عقلوها؟ انا عايزكم تعقلوها بس. انا ازاي ده هيحصل؟ بس يا جماعه، ودي رساله طالعين نقولها لكم. والفيديو ده انا مش طالع فيه اللي انا عايز لايكات ولا مشتركين ولا الكلام ده. انا عايز بس كلكم تخشوا على الكومنتات وتقولوا ثانية يا لي. جدعان، انا نسيت اقول حاجه. انا والله العظيم احنا ولا بنهاجم ولا الكلام ده، بس الموضوع مستفزنا. بس انا مش احنا بهاجم يا جماعه. انا مش بهاجم على الموضوع، لا. انا بقول لك، يعني انا بقول لك انت هتعمل ايه في الكلب. انا بقول لك واحد من الناس، بقول لك انت لو اقنعتني ان انت هتاخد الكلب ده تهتم بيه، انا واحد من الناس ممكن اديك كلبي. انا واحد من الناس ممكن اديك كلب لو انت هتهتم بيه. او ما ينفعش ان الكلب اديني سبب ان انا اديك الكلب ده، واديك الكلب ده ليه؟ فاهم؟ فلو انت اديتني سبب، انا واحد من الناس ممكن اديك، بس في 1000 مش هيدوك. فاهم؟ يعني في 1000 واحد مش هيدوك الكلب بتاعهم. انا طبيعي مش هبقى معاشر الكلب بتاعي 5 6 سنين واجي الاقيك بتقول لي هات الكلب بتاعك هديهولك. والله لو على جثتي انا مش هديهولك. في ناس كده. بس انا عايزك يعني ترد عليا دلوقتي، تطلع ترد عليا دلوقتي، تقول لي انا هديك الكلب ده ليه، ويعني ليه بجد؟ يعني انت الكلاب دي بقالها سنين السنين معانا هنا في مصر. استنى بس. الكلاب دي بقالها سنين السنين في مصر، ومحدش طلع قال حاجه. انا بقول يعني بشوف ناس بتنزل بكلابها بتعمل مشاكل في الشارع. انا بقول لك واحد من الناس، انا لو ماشي في الشارع ولقيت حد بيعمل كده والله العظيم بقف اتكلم معاه. لاني يعني اختك او مامتك او مراتك ماشيين في الشارع وشافوا منظر زي ده بيزعلوا وبيتضايقوا. وفي ناس بتخاف، وناس يعني عندها صرع من الكلاب اصلا، يعني زي فوبيا. فيا جدعان انا يعني مراعي شعور الناس برضو اللي هي بتخاف من الكلاب واللي عندها فوبيا من الكلاب. بس والله العظيم مش كل واحد عنده كلب هيديهولك، ومش كل واحد عنده كلب بيعض. فاهمين؟ يعني انا عايز اوصل لك الفكره دي.
في ناس حرفيا مهتميه بالكلاب بتاعتها اكتر من نفسها، بيبقى ماشي ساعات في الشارع مبهدل، نازل من بيته يعني بيبقى لسه صاحي، لا الكلب ما عندوش اكل بينزل يجيب له اكل. يعني واحد مهتم بالكلب حرفيا اكتر من نفسه، مهتم بتطعيماته، مهتم. فما تجيش انت تقول لي بعد ما انا اربي كلب 5 6 سنين، الواحد لو 10 كلب يومين حرفيا، يعني ده بقاله اسبوع شوفوا عامل ايه مع اسلام، يعني بقاله اسبوع معانا وشوفوا عامل ايه مع اسلام لما انا كنت بحاول اضربه. هتيجي انت تقول لي تاخد الكلب مني بعد الكلب قعد معايا 3 سنين ولا 4 سنين، وتيجي انت تقول لي هتاخده؟ انا والله العظيم لو انا يعني انا عندي كلبه في البيت، لو انت جيت قلت لي هاخدها اقول لك يعني مش همشي غير انا وهي. شوف بقى انت تقول لي غرامه مش غرامه، انا مش همشي غير انا وهي. عايز تاخدني هتاخدني انا وهي، غير كده انا مش هديها لك، لاني دي روح انا اللي هتسال عنها مش انت اللي هتسال عنها. فبس كده يا جدعان، انا محتاج حد يطلع يرد عليا يقول لي انت هتاخد الكلب ده تعمل بيه ايه بس، او انت بتاخد الكلب ده مني ليه؟ يعني الكلب ده بقاله سنين السنين هنا في مصر، من يعني حرفيا بقاله كتير قوي، وانت تيجي تقول لي هاخده منك وقرار يطلع مره واحده كده؟ لا يا جدعان الموضوع مستفز الصراحه، وانا مش يعني مش قادر اسكت، وبقولها لتالت مره او رابع مره او خامس مره، انا مش بهاجم، انا عايز حد يطلع يرد عليا يديني رد مقنع، وانا يا جدعان بنفسي هروح اسلم الكلب. بس كده يا جدعان ده اللي انا كنت عايز اقوله، وبكده يكون يا بقى جماعه اسمه- الموضوع مستفز قوي قوي. انا والله العظيم يعني انا بس في حاجه عاوز اقول لكم انا افتكرتها. ازاي يعني كان في كلب عندنا في بلدنا هنا في كفر الشيخ، والله العظيم كلب كان مسعور سايب في القنطره كلها. الكلب ده كان مسعور عنده الصرع. والله العظيم يا جماعه مبهدل ناس مموت ناس حرفيا، ومبهدل ناس وواكل دراع بنت وواكل عين بنت. يعني انتوا ليه ما صرفتوش في الحوار ده؟ ليه انتوا ما صرفتوش ومسكتوا الكلب ده؟ والله العظيم في حد بيربي كلاب في الانطره هو اللي صرف وحاول يمسك الكلب. هو الكلب ما كانش حد قادر عليه خالص، في واحد مسكه وانا بشكر الواحد ده والله يبارك لك بجد بجد، انت شهم جدا. ف انتوا ازاي ما صرفتوش في الحوار ده؟ طالما انتوا بقى طالعين تاخدوا الكلاب دي، ازاي ما صرفتوش في الحوار ده طالما انتوا بقى خايفين على الناس وخايفين ان الكلاب تعدي حد؟ ازاي؟ بس يا جماعه دي اللي انا كنت عايز اقوله. بس كده يا جماعه، سلام.